معكم الناقد الرياضي حسين جناد في حصة جرينتا. كنا مع عبد الكريم ميمون، تحدثنا على المنتخب الوطني وعلى مشكلة العشب الطبيعي في ملاعبنا. كونوا في الموعد لمتابعتنا. حسين جناد، مرحبا، وش راك؟ أهلا وسهلا، الحمد لله. كيف الحوال؟ بخير؟ والله لا بأس. بارك فيكم. أكبردان شوية شوفوا في البيستا. إن شاء الله ربي يغيثنا ويطيح المطر. الله يبارك فيك. لا فورم والله الحمد لله. شفنا دارنييرمون جبناك جوستومون اليوم من المستمعين، جبناك باش نقصروا شويه. احنا حبينا نخرجوا جوستومون من هذا القالب هذا تاع لي زيميسيون سؤال جواب ورسميا ونحكوا بلغه بعيده على الشعبويه، بدون فاصون سامبل عاديه جدا. فللناس اللي راهي تسمع ولا ما سي حسين، انا حبيت نعرف يعني في البدايه شفنا المنتخب الوطني في لي دو ماتش هادو اللي فاتوا، فوزين وفوز خارج الديار. بكل موضوعيه وبكل صراحه، كيفاش تشوف الحظوظ تاع المنتخب خاصه واننا رانا داخلين على كاس افريقيا 2024 في كوت ديفوار؟ كيفاش تشوف الحظوظ تاع المنتخب في هذا الموعد القاري؟ الموعد القاري احنا نشوفه يعني بغض النظر عن الفوزين اللي حققهم المنتخب الوطني امام الصومال وامام موزمبيق، انا نظن بان الدرس الحقيقي هو كان الكوت ديفوار، لان في كان الكوت ديفوار ما كانش منتخبات كما المنتخبات اللي راهي مثلا كما الصومال او كما موزمبيق، يعني منتخبات اللي نقولوا مستواها موش مستوى كبير يعني. لان في افريقيا كاين منتخبات يعني تلقاها في الطوب، يعني في توب رانكينج يعني. طبعا في المستوى الاول كاين اللي متوسطه، هذيك المنتخبات المتوسطه احيانا تدير مفاجآت وتبرز بشكل لافت الانتباه، ولكن ما تطولش وتعاود تولي لحجمها الحقيقي. وكاين منتخبات ضعيفه، منتخبات اللي انا لما اليوم نتحدث على منتخب الصومال مثلا. الصومال نشوف منتخب اللي في 43 سنه فاز ب3 مقابلات، 43 سنه انهزم في 52 مقابله. يعني هذا ما نقدرش يعني نصنفه مع المنتخبات اللي تستحق باش تكون في المجموعات. ولكن بما ان كاس العالم كما تعرفوا راح هذه المره راح يشاركوا 48 منتخب، اذا هذا 48 منتخب يعني سمحت القرعه لكل المنتخبات باش يكونوا في المجموعات. ولكن الحقيقه تبقى حقيقه، يعني منتخبنا متفوق على هذه المنتخبات. ونشوف بان يعني المنتخبنا يعني حقيقه تاع منتخبنا، الوزن تاع منتخبنا راح نعرفوه في كوب دافريك تاع كوت ديفوار. جوستومون كيفاش راك تشوف اللاعب التشكيله اللي كاين والخطط التكتيكيه؟ كيفاش راك تشوف هذه الحظوظ؟ اسكو عندنا حظوظ باش نلحقوا الادوار متقدمه ولا رايك؟ شوف انا مانيش مختص فنيا، ولكن لما تشوف الاسماء اللي راهي عندنا في الوقت الحالي، عندنا منتخب ممتاز جدا، يعني عندنا اسماء لامعه ما شاء الله. هذه الاسماء يعني تقدر تصنع الفارق، لانه حتى نشوفوا مثلا هذه المره في التصفيات تاع المونديال شفنا منتخبات اللي فاجأتنا، مثلا نيجيريا يعني اللي ما برزتش بالشكل الانتباه. الكاميرون وان كانت يعني راهي في المرتبه الاولى، ولكن تعادلت مع منتخب ليبيا. مثلا نشوفوا منتخب السنغال اللي من اللي فاز على البرازيل في مقابله وديه راهو مستواه في تراجع، يعني باش تقول السنغال تتعادل مع الطوغو حاجه غير منتظره. نعم، مثلا منتخب غانا ايضا اللي راهو في المجموعه تاعو يحتل في المرتبه الرابعه. على هذيك انا نقول لك يعني احنا اليوم كاين منتخبات اللي ممتازه، مثلا المنتخب المصري، المنتخب الايفواري، مثلا منتخبات اللي قلت نيجيريا ولا الكاميرون يبقاو منتخبات كبيره، عندها بوا في افريقيا. هذو شوف هذو بين الحين والاخر المستوى تاعهم يتراجع، ولكن ما يطولوش يعاودوا يولوا. نعطيك مثال، مثلا منتخب غانا في كاس افريقيا الامم في الكاميرون ما برصش، كان منتخب خرج في الدور الاول ما دار حتى شيء، ولكن بعدها بشهرين شفنا كيفاش تالق وتمكن باش يتاهل على حساب نيجيريا في نيجيريا ويمشي لكاس العالم. هذه المنتخبات الكبيرة تبقى كبيرة، يعني تتعثر تمر مرحلة فراغ ولكنها تعود في نهاية المطاف. يقول لك الكبير يمرض ولا يموت طبعا. جوستومون على اللاعبين
ولا التشكيله تاع اللاعبين والنوعيه تاع اللاعبين لا كاليتي جوار اللي كاينين في المنتخب، خاصه نعاودوا نقولوا على واحد اللاعب اللي مؤخرا راهو داير يعني حديث كبير في لي ريزو سوسيو ولا حتى في وسائل الاعلام، يوسف بلايلي هو هداف البطوله. نعم. وفي رايك انت اسكو تشوف بلي قادر يولي في البروشان يعني ستاج تاع باش يروح لكاس افريقيا؟ هل يوسف بلايلي قادر يروح لا يكون في التشكيله، يكون انا متاكد باللي راح يستدعيه بالماضي لانه ما عندوش احسن منه. بلايلي فنيا، بلايلي يبقى في مستواه كبير. بدنيا على حساب الخدمه، يعني احنا نتمناو يعني باش بلايلي على الاقل ينتبه لنفسه شويه ويشوف بان هذا منتخب وطني وشعب كامل ينتظر في هذا المنتخب، وهو اللي هو واصحابه هما اللي راح يصنعوا الفارق. على ذيك انا نظن بانه مطالب يعني ببذل مجهودات، لانه ما بقاش كثير على تنطلق كاس افريقيا، بقى شهر ونص. في هذا الشهر ونص يقدر يخدم ويعاود يولي. انا متاكد بان الناخب الوطني راح يستدعيه في التربص القادم وراح يولي بلايلي، وما ماشي يستدعيه يعني باش كما نقولوا يعمر به التشكيله ولا لا، راح يستدعيه لانه يحتاجه في كاس افريقيا الامم في الكوت ديفوار. ربما وصرا مع الكوتش بالماضي وسعيد بالرحمه هما في نفس المنصب، بالك هذا الامر راح يخدم يوسف بلايلي؟ بالك تشوف بلي سعيد بالرحمه ما بقاش عنده مكان في الفريق الوطني؟ لا، يبقى بالرحمه. علاش؟ لانه بالرحمه حتى بالرحمه راهو في منتخب كبير. شوف اليوم انا ما نشوفش بالرحمه فقط، عديد اللاعبين اللي ما مشي يأدوا في الدور تاعهم، احنا نشوفوا غير في بالرحمه. مثلا حتى محرز ما راهوش في مستواه، يعني محرز وتراجع مستواه كثير مع المنتخب الوطني. نكونوا واقعيين. جبنا عوار، يعني كنا تاكلين على عوار بانه هو اللي وحده راح يصنع لنا الفارق، واذا به مع الموزمبيق تشوفوا في مقاعد البدلاء. يعني كاين كثير من اللاعبين اللي ما راهمش يأدوا الدور نتاعهم. انا سامحني سي حسين، بالك هنا تولي لي شوا تكتيك تاع لونترينور ممكن جدا. نعم، نوافقك الراي في هذا. الان لماذا هذا اللاعبين مثلا قويري حاجه يعني شيء خارق العاده. قويري لعب على ما اعتقد يعني في الفئات الشبانيه المنتخب الفرنسي، المنتخبات الفرنسيه، لعب حوالي 75 مقابله على ما اعتقد، ومسجل ازيد من 40 هدف. اليوم نشوف واحد كما قويري المستوى نتاعو وفي المنتخب مازال ما برش، وانا متاكد باللي قويري في المستقبل راح نشوفوا قويري حاجه كبيره ان شاء الله، راح يقدم الكثير المنتخب. شوف بلي لا كان هذه تاع قويري في رايك؟ ما نقدرش نحكم عليه، لان شوف افريقيا صعيبه خاصه من ناحيه الكليمه. وان كان هذه مدينه بواكي اللي راح يلعبوا فيها المنتخب الوطني ما راهيش كما مثلا ابيجون كارثه. يعني ابيجون نقول لك من الان تلعب في ابيجون في فصل الصيف، يعني الصيف عندهم في جونفي. نعم، فصل الصيف. انا ابيجون شخصيا يعني كنت جاتني فرصه مره كنت في ابيجون، ما نقدرش نخرج للشارع لاني ما نقدرش نتنفس. الميديتي بزاف وسخانه. ولكن بواكي ما فيهاش الميديتي لان ما فكاش البحر. وحتى اللاعبين تاعنا مثلا كاس افريقيا الامم 1984 اللي لعبناها في كوت ديفوار، المنتخب تاعنا لعب في بواكي. نعم. نعم، لو تسال اللاعبين اللي لعبوا هذيك في ذاك الوقت يقول لك بان اللاعب في بواكي تحس وكانك تلعب في الجزائر. يعني الكليمه مليح كليمه مليح. نعم، كليمه مليح. ومع ذلك تبقى افريقيا يا افريقيا. اللاعبين هذو راهم جدد في المنتخب، مازال ما شفناهمش يعني في افريقيا كيفاش رايحين يقدموا. الى تتذكروا مثلا في الكاميرون، في كاس افريقيا في الكاميرون، معاناه كبيره. يعني لما نشوف انا لاعب مثل ادم زرقان، يعني مباشره بعد كاس افريقيا الامم اللي جات في الكاميرون، كان دار تصريح في صحيفه بلجيكيه وين قال لهم بانني باش نوض ندير لي شوفمون ما نقدرش، لانني ما نقدرش ريسبيري. انا دائما نقول يعني افريقيا صار لها كيما الصونا، كاين اللي يقدر كي يدخل الصونا، كاين اللي يقدر يريزيستي يحمل يقعد ساعتين 3 سوايع عادي جدا، وكاين اللي كي يجي داخل من الباب ما يقدرش يعاود يخرج. نفس الشيء افريقيا، كاين اللي يقدروا يلعبوا في افريقيا وكاين اللي ما يقدروش. احنا التشكيله هذه اللي عندنا نشوفوا بلي كاين لاعبين اللي عندهم اكسبيريونس، كيما رياض محرز لاعب في افريقيا، كيما جوستومون شوف قضيه عطال لاعب كاس افريقيا، بن سبعيني طبعا كاينين. ولكن انا الشيء اللي نعيب عليه في هذه التشكيله، انا اشوف بان مثلا الناخب الوطني جمال بالماضي في 5 سنوات ونصف على راس المنتخب جرب ازيد من 80 لاعب. يعني كي تجرب ازيد من 80 لاعب تلقى تشكيله، حتى لما كانش عندك خلاص تشكيله تدير بهم، تقدر تدير 11 لاعب، تقدر تدير 18 لاعب. شوف بلي جمال بالماضي عجز باش يشكل 11 لاعب. انا نشوف باللي عجز باش يشكل 11 لاعب. لماذا؟ نعطيك مثال. المقابله الاخيره مع الموزمبيق، التشكيله الاساسيه 11 لاعب،
فيها 5 لاعبين لعبوا كاس العالم 2014. يعني كاس العالم 2014 بعيده بعيده كثير. عندك شكون كاين ماندي، كاين محرز، كاين سليماني، كاين بن طالب، كاين فغولي. 5 لاعبين اللي كانوا في التشكيله لعبوا مونديال 2014، يعني ما زالوا في التشكيله الان. وحنا هل الاصابه، احنا كي شفنا الاصابه يعني تخوفنا، كي شفنا الاصابه تاع موندي وتاع سليماني خوفنا، ولكن ربما هذيك الاصابه كان فيها خير، لان اللي دخلوا بعدهم خلقوا توازن، خلقوا توازن، وبفضلهم اللي سجلنا الفوز. ما تشوف باللي المعالم بعد 5 سنوات وبعد كاس افريقيا، تشوف باللي جمال بالماضي مازال ما قدرش يفورمي ولا يشكل اون ايكيب تيب. ايكيب تيب. شوف مثلا جمال بالماضي لما حكم المنتخب الوطني في 2018 لقى تشكيله، لقى منتخب مهلهل، يعني منتخب اسماء كاينه، ولكن المنتخب ما كاش. هو جاب ذيك البصمه تاعو يعني، وبالخدمه هذيك تاعو عاود رد هذيك اللحمه. وهذوك اللاعبين اللي كانوا من قبل، لانه اللاعبين اللي جابوا كاس افريقيا للامم 2019 خدموا مع مدربين واحد اخرين من 2010 يعني من 2010 قديورة، نعم قديورة، نعم مبولحي، محرز، فغولي، سليماني، كاين تقدر تقول 18 لاعب اللي كانوا شاركوا في كاس افريقيا الامم. ولكن بعد كاس افريقيا الامم انا نظن بان بالماضي ما غيرش تشكيله، لأنه تقريبا 3 سنوات بقينا نلعبوا بنفس التشكيله، وكأننا كنا نتبعوا يعني باش ما ننهزموش. هذاك الرقم القياسي كنا دائما الناخب الوطني كان دائما يحب يحسنه. في رايك انك هو كان عنده هوس بالارقام، انه خايف يخسر، خايف لان الجمهور تاعنا والف، كل مقابله يصرع عليها هو اللي يقول لك رانا ما خسرناش، 20 مقابله بدون هزيمه، 21 بدون هزيمه، كذا هما ماشيين. أنا نظن في هذيك الفترة جاتنا فرصة باش كاين لاعبين اللي يتجربوا ويدوا حظهم وبهم تقدر تبني منتخب. ولكن لما تطول تلعب 3 سنوات مثلا بتشكيلة واحدة المنتخب، حتى كاين لاعبين اللي ولاو يشوفوا رواحهم بأن يجيب الكابا تاعو ويلعب، ما كاش اللي راح ينافسوا على هذاك المنصب. مثلا كاين بزاف، أنا نقول لك تشكيلة يعني ما كانش تغير التشكيلة. يعني تفهم باللي كاين العديد من اللاعبين اللي كانوا بلايصهم مضمونين. من بعد يعني يبدا يبدل في التشكيله. الان راهو جاب لاعبين، يعني لاعبين في المستوى اللي راهو جابهم في الوقت الحالي. كي تقول نعم. ما تشوف بلي كاين شويه تناقض، تقول انه بالماضي ما متش فرصه والان ولكن كبروا هذوك اللاعبين كبروا ومشاو. اليوم انت عندك سليماني 35 سنه، كوب دي موند 2026، اسكو انت تدي لاعب 38 سنه للمونديال؟ شوف مثلا في غولة هذه تبقى خيارات المدرب، خيارات المدرب. ولكن شوف اللاعبين هي تشكيلات يعني بحكم الخبره واش نعرفوا. يعني كاين لاعبين كبار في السن اللي يلعبوا المونديال، ولكن تصيب 2 لاعبين، تصيب حوالي 2 ولا اللي يكونوا كبار في السن. ولكن باش تصيب 5 6 لاعبين كبار في السن، المنتخبات جينيرالمون اللي يشاركوا بلاعبين بزاف كبار في السن ما يروحوش بعيد في المنافسه، ما يروحوش بعيد. نعم. حسين جناد كان دائما صرا لغط في صفحات التواصل الاجتماعي من مده، كل ما يلعب الفريق الوطني يقترن اسم حسين جناد، جمال بالماضي، الصراع، التراشق. فاليوم ماذا بينا نعرفوا حتى الناس اللي راهي تشوف وراهي تسمع فينا باش نوضحوا الامور. اسكو واش حقيقه الخلاف بين حسين جناد وجمال بالماضي؟ أنا والله ما عندي حتى خلاف مع بالماضي. أنا الناس فقط يضخموا في الأمور ويقولوا حسين يكره بالماضي وحسين ما يحبش بالماضي. أنا ما عندي حتى خلاف مع بالماضي، بالعكس أنا واحد من الأولين اللي كانوا يطالبوا بالجمال بالماضي. أنا لما كان مثلا أكاراس وكان رابح ماجر كانوا على رأس المنتخب الوطني، أنا في وقتهم كنت نطالب بجمال بالماضي. أنا عمري ما كان عندي مشكلة معه. وشن هي يعني اليوم أنا مثلا المنتخب الوطني لما ينهزم عندك الحق باش تمد رأيك، ولكن الناس حتى والهزيمة الآن يقول لك لا احنا مع جمال بالماضي حتى ولو يخسر احنا معه. اسمح لي هذه موجودة غير في الجزائر هذه. ربما سامحني بالك قطعتك. معليش. قضية التشكيلة، نهار خرج التشكيلة والندوة الصحفية، كيفاش عشت هذاك المومون هذا؟ كيفاش كانت قراءتك؟ شوف انا اقول لك حاجة، قضية التشكيلة انا ما خرجتهاش هذه المره برك، من قبل كنت خرجت تشكيله. وهل هذا الامر المقابله تاع الموزمبيق فقط كاين واحد خرج تشكيله بنهار السبت والمقابله لعبت نهار الاحد، ولكن بالماضي ما قال عليه والو. وعندي راني مسجلها اللي خرجها عادي لانه مقرب ليه. بالماضي شوف التشكيله انا ما نظنش اللي قلقت بالماضي، لان عفوا معليش
انا ما نظنش تشكيله، لانني كنت نخرج التشكيله من قبل. وهل هذا انا كاين اللي من الداخل من الفيستير يعطوني تشكيله ويعطوني اخبارات اخرين. انا لو كان نحب نخرج واش كاين في الفيستير، ما ندير زلزال على حسابك. انا عندي معلومات كثيره على واش يحدث في الفيستير، ولكن ما خرجهاش. التشكيله انا نظن بانني كي نحط التشكيله اليو سي سي ما كانش يستنى في حسين جناد يعطي له التشكيله. لكن كي تقول انتو نحبس برك عند لو بوان تاع عندي ناس يقدروا يعطوني معلومات، وهل تشوف بكل موضوعيه وبكل مهنيه انك تخرج التشكيله بدون موافقه ولا امر ما فيهش مساس بتماسك تاع المنتخب ولا ما ياثرش؟ اسمع، شوف الاشكال ما راهوش كي تقول مثلا محرز يلعب ولا ما يلعبش. الاشكال راهو لو كان نقول الخطه هاي الخطه اللي راح يلعب بها المدرب ثم كيكون الاشكال. ولكن شكون اللي ما على بالوش بلي مثلا محرز راح يلعب مع السنغال، ولا شكون اللي ما على بالوش مثلا بلي موندريا راح يلعب ولا موندي لكن تبقى فيها شويه كونفيدونسياليتي، لان اختيارات اللاعبين تدخل في الشيما تاكتيك. شوف رانا نشوفوا مقابلات في اوروبا في العالم كامل الناس تمد التشكيله بنهار من قبل الناس. صح، بالك المكلفين بالاتصال في النادي ولا في المنتخب هو اللي يخرج تشكيله. اذا حسين جناد ما عنده حتى منصب حد علمي في الفيدراليه، انا بالنسبه لي هذا سبق انا نخرجها. انا ما دام انت عندك اللي راهم يخرجوا لك الاسرار ويخرجوا، انا نقول لك انا لو كان نحب نخرج امور اخرى نخرجها. انا ما نحبش نخرج امور اخرى، ولكن اليوم انت اللي عندك ناس ماكش داير فيهم ثقه ما تخدمش معاهم. شوف بيناتنا الجمهور الجزائري قبل المقابله دائما تشوف في وسائل التواصل الاجتماعي كل واحد يدير تشكيله. انا نشوف هذا اللي يلعب، انا نشوف هذا، انا نشوف هذا. تبقى اراء جمهور، تبقى آراء. ولكن انا كي نجيب له التشكيله الرسميه نقولوا هذه هي التشكيله راح تدخل، وانا وين انا مديتها على 10 تاع الصباح وهما المقابله كانت على 4 نظن ولا لعبوا العشيه. لعبوا العشيه. انا التشكيله مثلا اللي لعبت نهائي الشان مع السنغال مديتها ب 24 ساعه من قبل له في التلفزيون، ولكن بوقرة ما قالش باللي حسين هو سببي ولا هو سبب ما حيوصل لي في الاجازه. خاصه انك قلتها 24 ساعه من قبل. هل في نظرك هذا الامر تشوفه عادي؟ انا اشوفه عادي، المده التشكيله عادي جدا. سبق صحفي وتقول ان شوف هو دا مثلا 20 لاعب ولا 23 لاعب، ال11 اللي راح يلعبوا من هذوك 23 يعني المدرب اللي راهو يخدم، المدرب اللي يخدم في فريقه واللي راح ينافسك اذا كان واقف ويخدم خدمه بروفيسيونيل راهو عارف التشكيله راح تدخل او عارفها وعارف كيفاش تلعب في بلادك، كيفاش تلعب برا، الخطه اللي راح تلعب بها وعارف كلش. يعني ما يستناش اليو السي حسين باش يعطي له التشكيله هذه. وباش تقول ان كاين اطراف تقدر تعطي لك، دونك انا تشوف باللي بالك اي نوع من تقول ندير زلزال لو كان يعطوني كان نخرج معلومات شنو هي طبيعه هذه المعلومات باش شوف كاين معلومات ايجابيه وكاين سلبيه. مثلا في الايجابيه ما نروحوش للسلبيه، نروحوا في الايجابي. انا ما نقدرش نقول لك واش راهو يصرى داخل في الفيستير. بون ماشي ما نقولكش لاني ما نعرفش، ما نقولكش نعرف كل شيء 100%، ولكن امور تحدث يعطوها لي. يعني واش صرا مثلا التغييرات، اللاعب اللي ما يكونش راضي على التغيير تاعو، اللاعب اللي مثلا يقول كلام، يعني كاين امور بزاف تحدث في التربصات هذه. امور كثيره تحدث خاصه في التربصات الطويله، امور كثيره تحدث. ولكن أنا هذه الامور هذه لو كان نخرجها للعلن انا متاكد باللي تضر المنتخب، مش كيما التشكيله. انت مثلا حتى التشكيله تقدر تضر، ربما تقدر تضر هي ثاني. انا غدوه لو كان نقول لك اللاعب الفلاني تشابك مع اللاعب الفلاني، او اللاعب الفلاني ما راهوش يهدر مع اللاعب الفلاني. كاين في المنتخب كاين عندنا لاعبين ما يهدروش مع بعضهم، كاين لاعب معادي لاعب لانه بسبب تصريح ولا ما يهدرش معاه. هذه الامور الناس ما يعرفوهاش، ولكن لو كان نهضر عليها ندير شويه بزاف بالبلا كبيره. انا هذه الامور ما نحبش نهضر عليها، هذا ما كان. ولكن باش نقول لك انا اليوم راح يلعب موندريا وموندي وبالسبعيني وعطال، الناس كاع يعرفوا هذه. سما من هذه الحصه تقدر تقول باللي ما عندكش سما انجان ولا ما تجيناش تبقى له كان دائما تبقى تخرج. انا كانت عندي مؤخرا الماتش اللي لعبناه تاع الصومال قبل الموزمبيق عطاوها لي التشكيله، انا عطاوها لي الصباح، قالوا لي هاي التشكيله اللي حتلعب عشيه، وانا خرجت لهم 6 لاعبين، قلت لهم هم 6 نعطيكم 6 و5 نحتفظ بهم من نفسي. علاش ما كملتش 11؟ ما حبيتش نعطيها لهم، خاطرش قال لك انت خاين، نصف الخيانه شاركت في نصف الخيانه. يعني مش الوصف هذا كيفاش تتعامل معه خاين؟ كلمه كبيره هذه. شوف انا نقول لك ماذا حدث بالضبط مقابل السنغال. انا عطاو لي التشكيله وانا التشكيله حطيتها. انت لعبت مع السنغال، ربحت مع السنغال من المفروض في الخارج، ربحت مع السنغال في الخارج، هي مقابله وديه ولكن تبقى معنوي عندها اثر معنوي انك ربحت في الخارج وبطل افريقيا. ربحت
يعني كي خرجت انا التشكيله ما اثرتش على المجموعه. لو كان اثرت كنت تهضر على التشكيله. لو كان خسرنا قال خلطوا لي مدوا لي التشكيله خلطوا لي مش عارف انا تقدر ولكن انت ربحت خارج ميدانك. اذا علاش تهضر على هذه النقطه؟ علاش كي نمد انا تشكيله في مقابلات اخرى انا نظن لم تخن الذاكره مقابله السويد حطيت التشكيله وخسرت انت مع السويد. علاش ما هدرتش عليها؟ بصح بالك ما كانش عندها نفس الوقع كيما مع السنغال. السنغال ربحت راك ربحت بالعكس شامبيون دافريك بالعكس راك ربحت ما عندك حتى عذر. انا نقول لك واش هي بالماضي ضرات حاجه انني انا كنت هدرت في بلاطو وقلت بان الناخب وطني يخدم في الجزائر من المفروض يقعد في الجزائر من المفروض يقعد هنا في الجزائر وعطيت الاسباب علاش. لانه مثلا انا شفت آلي لوز كان في الجزائر شفت غوركيف كل المدربين الاجانب اللي دربوا المنتخب الوطني كافاري كلهم كانوا مقيمين هنا في الجزائر. وكي اقامه هنا في الجزائر ماشي معناتها تسجلوا وديروا في بيت وتغلق عليه، لا كانوا يخدموا. انا نقول لك مثلا الي لوزيج باش مشينا المونديال البرازيل ما رحناش هكذا. الي لوزيج حتى التدريبات تاع منتخب بوركينا فاسو اللي لعبنا ماتش بارك التدريبات كان يرسل الناس يشوفوا التدريبات يعينوا ويسجلوا له كل كبيره وصغيره. كان تربص اللي داروه قبل ما يلعبوا معنا في المغرب كان ارسل توفيق قريشي كان معاهم في الفندق وكان موه ورافد الراكه تاع التنس ويلعب زعما يلعب في التنس هو راه يسجل في كل كبيره وصغيره يدي في المعلومات يدي في المعلومات. كاين لاعبين اللي كان مثلا غوركيف مثلا كان خرج يشوف البطوله تاعنا كان يمشي يشوف المقابلات ولكن النهار اللي شاف المستوى ضعيف تاع البطوله تاعنا ما خرجش وقال بان عندكم مستوى ضعيف ولا قال ما عندكمش مدربين ولا بالعكس. عيط الرئيس الاتحاديه قال له انا نشوف باللي المستوى ضعيف والشيء اللي باش نحسنوا به المستوى تاع البطوله يلزم هذا المدربين 32 مدرب تاع القسم الاول والقسم الثاني يلزم كل سمانه ندير لهم حصص ندرس لهم شوف يعني المستوى ودار لهم بدا يقريهم. كاين اللي كانوا يجوا كاين اللي ما حبوش يجوا ولكن لقى حل كيفاش باش يتطور. ما راحش ديريكت يقول لك ما عندكمش ملاعب وما عندكمش لاعبين وما عندكمش بطوله ما عندكمش هذا الشيء. هل بالماضي قال انك ما عندكش بطوله؟ لا شوف سالوه على هذا جاب لي ربي عندكم الجواب واش قال في يعني في الندوه الصحفيه لما سالوه قال وقال ما نعسش العشب ولا ما عارف قال كلام من هذيك خلينا هذيك مع المنتخب مع المنتخب نحكوا على البطوله احنا نهضروا على المنتخب صح. شوف انا نقول لك علاش. مثلا انا شفت علي لوزيتش في وقته كي كان يدرب المنتخب الوطني كانوا لاعبين اللي يحتاجهم كان يشوف البطوله كان اسلام سليماني وسوداني هلال العربي سوداني ايوه كان اسلام سليماني كان الدهله شاف المستوى تاعو باللي ناقص بارابور لي جوار اللي يلعبوا في الخارج. واش كان يدير الاسلام سليماني؟ كان يديه لسيدي موسى ويدير له برنامج خاص ويدربوا في سيدي موسى. اعطيت مثال انا مبولحي كان بدون فريق اصلا كان ما عندوش فريق في 2014 في 2014 كان بدون ما عندوش فريق ما كانش منافسه. يعني هل بالماضي مثلا عنده الجرأه باش يجيب لاعب للمنتخب الوطني ما عندوش فريق ما يقدرش يجيبه. دارها يعني تشوف انت الحادثه اللي صارت جوستومون مع يوسف عطال حاليا وضعيته مع نادي نيس على المحك وكان جاب عطال وعطاه فرصه عنده فريق لكن يتدرب مع فريقه. ممنوع هو في القضيه الاخرى اللي صارت خلينا ولكن انني نقول لك اللاعب ما عندوش فريق. كي تقول لي يوسف عطال عنده فريق ويتدرب مع فريقه معاقب ما يلعبش وما يتدربش حاليا في الوقت الحالي ما يلعبش وما يتدربش. قبل يعني سامحني باش نوضحوا برك الامر قبل الماتش تاع قبل الماتش تاع الصومال هو بدون منافسه لا تدريب ولا لعب. طبعا يعني كان ما يتدربش في فريقه ما يتدرب ما يلعب ممنوع. ولكن جابوا شوف حجم المنافس ماشي كما كي تكون رايح لكاس العالم رايحين لا كوب دي موند واللاعب ما عندوش فريق اصلا. مبولحي كان مبولحي بدون فريق. يعني حتى لما لعبنا مع بوركينا فاسو في بوركينا فاسو وانهزمنا 3-2 وكانت لقى 3 أهداف كاين الكثير اللي قالوا بان مبولحي انتهى في الفريق الوطني وما عندوش فريق. ومع ذلك علي لوزيج جابوا لسيدي موسى وجابوا له الصطاف كامل وكان يخدم معه لدرجه انه لما لعبنا المونديال في 2 مقابلات كان في نهايه اللقاء يكون هو رجل المقابله. سورتو الماتش تاع الالمان اللي كان تتذكر الالمان تاع لاعب بدون فريق يؤدي لك مقابله بذاك الشكل. يعني علاش انا نقول لك بان الخدمه الناخب الوطني لما يكون هنا في مقيم هنا
كاين لاعبين، كاين انا نذكر بوقرة نفس الشيء، بوقرة واحد الوقت كان يعني يزاد في الميزان بزاف، وعلى ما اعتقد كان ايضا بدون فريق واحد المرحله. كيف جابوا اني لوزيتش، جابوا سيدي موسى حوالي شهر هو معاه حتى رجعوا نحيف ورجعوا يعني كان محترف الدوري، كان محترف في الدوري القطري ما نتذكرش مليح هذيك الضربه، ولكن جابوا لسيدي موسى كان يدربوا اسلام سليماني، كان ما يخليش يدرب مع شباب لوز، يدرب في سيدي موسى. انا من هذا الباب اللي قلت بان ناخب وطني من المفروض يكون هنا. انا نعطيك مثال، اليوم عندنا لاعب كيما بلايلي، لو كان المنتخب، لو كان الناخب الوطني مثلا، لو كان راهو اني لوزيتش هنا ويسحق يوسف بلايلي، انا نقول لك يديه لسيدي موسى يرجع لك يوسف بلايلي حاجه خارقه للعاده. يعني من هذا الباب انا ما هدرتش عليه على يقعد هنا لانني حاقد على بالماضي ولا عندي مشكله مع بالماضي، ولا انا هدرتها من باب المهنيه. انت لما تكون شوف بلي بالك ماهوش يدير في مهامه، انت لما تكون متعاقد مع مؤسسه مثلا، تخدم عند مؤسسه ودارت لك صالير، تقعد في داركم وتخلص، اسكو حاجه لوجيك؟ بالك بنود حسين جنات كنت مطالع، اسكو كنت مطالع على بنود العقد؟ بالك بنود العقد ما كانوش يلزموا. لا كاين بنود العقد في امور اكثر من هذه بنود العقد. انا نعطي لك معلومه كانك تقول لي على بنود العقد. بنود العقد على المدرب، بنود العقد كاين بند هما في الاول كي تفاهموا معاه قالوا له باللي يلزم تكري هنا، على خاطرش بيناتنا الاخر واسمه حتى واسمه زتشي نهار اللي جاب الماضي، أيوة. فاهم معاه على اساس انه يبقى هنا في الجزائر. وبعد ذلك هل هذا كان موضوع في العقد؟ العقد لا انا نهضروا بصفه رسميه. هل هذا الامر انك تقعد هنا في الجزائر مونسيوني في الكونترا؟ انا نقول لك حاجه، هذه ما يحطوها لكش في الكونترا. خدام عندي، درت معاك عقد خلاص صح. ذكر انا في زاتشي قلت لي كان متفاهم معاه من بعد لاسويت كيفاش كانت داروا له. هما قالوا له على القضيه تاع الكريه، على الكريه باش قال لهم انتم تكريوا لي السكن ونقعد هنا ما كاش مشكل. هما اللي بروبوزاو له، قالوا له نكريو لك وتقعد لهنايا. هو طلب الدراهم باش يدي دراهم ويكري دراهم وما كراش. هذا نعطيك معلومه اول مره تسمعها. دراهم من الفيدرالي تاع الكرا داهم وما كراش، يعني ما استقرش في الجزائر. اسمع كاين تصريحات تاع خير الدين زتشي راهي مازال تدخل لليوتيوب تسيبها، يقول بان المدرب اللي نجيبه وانا المنتخب الوطني وما يبقاش هنا، انا بالنسبه لي موش مدرب، ويقول باللي المدرب تاع المنتخب الوطني يلزم يبقى هنا في الجزائر ويخدم مع الانديه تاعنا. هاو كاين في اليوتيوب تدخل تلقاها. يعني اسكو هنا تقول تا باللي زتشي كان معاه عدم بقاء بالماضي في الجزائر؟ هذه تصريحات خطيره شويه نوعا ما. ماشي خطيره، راهي في اليوتيوب. لا خلينا قبل ما نهضروا على زتشي تقول ان بالماضي في عقده متفاهمين باش يقعد في الجزائر ويعطوا له اموال. اني نقول لك كاينه تصريحات اليوم، مادام كاينه تصريحات يعني في العقد زتشي ما راحش يخالف واش قال، وحتى مدرب ما يقدر يديرها. الكراز كان باقي هنا في الجزائر ولا ما كانش؟ لوكاس الكراز كان مقيم هنا في الجزائر، لكن بالك ربما يروح ويرجع، ماشي بصفه رسميه. اسمع ما تهمش هذيك تروح وترجع، هذيك تروح وترجع عادي جدا. انك تروح مثلا في الشهر تروح مره تقعد اسبوع مع العائله عادي جدا، ولكن باش تجي غير في السطاج تاع ليكيب ناسيونال تسمح لي. انا نعطيك اليوم مثال اخر. عندنا مدرب حراس المرمى في المنتخب الوطني، شحال عنده ما خدمش؟ ياك تحبوا الصراحه، هذه الحقيقه. هذه نهضروا الحقيقه. ما يقدرش يخدم لانه مريض. من قبل كاس افريقيا للامم تاع الكاميرون ليومنا هذا ما خدمش. نهار لي ستاج يجيبوا له واحد مدرب تاع الحراس يخدم له الخدمه تاعو وباقي هو في اسكو حاجه لوجيك هذه؟ يعني هذا الكلام كي نهضروا الناس ما يعجبهمش الحال. حتى انا على تاع الفيديو كان عندك ثاني ملاحظه على اسمع نهضروا على الستاف بصفه عامه. الستاف بصفه عامه يا اخي. مراقب الفيديو لما تدوا اجور، حلوا دراهمكم، حلوهم دراهمكم. راكم تدي اجور، راك اليوم راك متعاقد مع المؤسسه اللي تخدم فيها. ما تقوليش اليوم نقعد في داري ونخلص. ما كان حتى واحد يديرها هذه، ما كان حتى مؤسسه في العالم تتعاقد معك باش تقعد في دارك وانت راك خالص. وعلاش احنا بالضبط في المنتخب الوطني هذا الشيء صرا عندنا؟ كاين عمال في الاتحاديه ما يجيش نهار ينحولوا، يدير ان سالير تاع 3 مليون 4 مليون يعني 40,000 دينار في الشهر. لو كان يغيب نهار ينحولوا، كاينه ولا ما كاش؟ في الاتحاديه كاينين يغيب ينحولوا ما يخلصوش. وعلاش انت في الستاف ما تقوليش ما عندوش خدمه؟ عندك خدمه، عنده خدمه، عنده عجب. لان مثلا في وقت الرورا ولا ما كان للوزيج وكان عنده مدرب، عنده مكتب بتاعه ومجهز بكل تجهيزات وموفر له كل الخدمه.
اللاعبين مثلا تلعب مقابله مثلا في الدوري القطري، السد يلعب مثلا مع الغرافه، ايوه بعد نهايه المقابله يجيبوا عندنا لاعب مثلا قال عندك نادير بالحاج هذاك الوقت ولا ما بون حليلو زيش نهضروا بوقرا ونهضروا ايوه يجيبوا هذيك المقابله كان يلعب في قطر، ويديروا هنا في المكتب هنا في سيدي موسى يدير التحليل تاع ذاك اللاعب كيفاش يلعب، يعني يدير له كل تحليل تاعه ويسجل له كل كبير وصغير. هل اليوم حتى محلل الفيديو اليوم كي هدرت على لو ستاف اون جينيرال هدرت على المدرب وعلى والعقد والكرا وما غير ذلك، معاهم داير له صالير ويجي غير في وقت الربوصه تاع المنتخب الوطني. ما تشوف اللي هو انا لما هدرت على العشب الطبيعي انا قلت لو كان الناخب الوطني هنا ويخدم عنده مكتب بتاعه مثلا في سيدي موسى، الصباح مثلا في يوم من الايام يشوف بان العشب اللون تاعو تغير، ثم يقول لهم اروحوا اللون هذا علاش تغير. هذه كمثال، معليش كمثال، ولكن احنا ماشي باش ندافعوا على حتى واحد، احنا رانا نلتزموا الحياد، ولكن كي تشوف انت عشب ولا صفر ولا المدرب هو اللي لاحظ، انا على حسب ماني خبير في الزراعه ولا ماني في الفاف ولكن هذه المراكز هذه عندها ديريجون هما اللي واقفين. واش راني نقول لك؟ تسمح لي ما خليتش نكمل هضرتي. انا اليوم راني نقول لك مثلا الى هذو اللي مشرفين على هذه المراكز اهملت. يعني اي واحد غايور كي يدخل سيدي موسى حتى موش ناخب وطني يشوف باللي اللون بدا يتغير تاع العشب، يحيط المسؤول يقول له هذا اللون علاش راه يتغير تاع العشب، ماشي غير ناخب وطني. انا عطيت تاع الناخب وطني لو مثلا جا هو في سيدي موسى بالمكتب تاعو كي من النافذه كي يطل يشوف العشب مثلا صفار ولا ارواح العشب هذا علاش راهو صفار، ولكن ماشي شهرين والحاله ما بوندوني حتى يلحق تربص تاع المنتخب الوطني 3 ايام ومن بعد يقولوا علاش العشب انحرق. مي بصح سي ترو طار دروك او نروحوا نخلقوا عشب جديد حنا نحرق لان اهمال ما كان حتى واحد يخدم في خدمته، الناس كاع ما بوندوني حتى بزاف ناس خاصه لان بالك المسؤولين على المركب تاع سيدي موسى ولا تاع ولا في الملعب تاع براقي ولا عنابه ولا قسنطينه ولا اهمال تام. سيدي موسى ضايع يا اخي، وليتوا تشوفوا سيدي موسى ولا في حاله كارثيه ولا في حاله كارثيه، ولكن هذاك الاهمال ما كاش واحد رشيد انساني يعني اللي عاقل اللي يجي يقول لهم واش راكم ديروا، علاش الحق هذا المركز ولا هكذا. اي واحد احنا نعرفوا شخصيه تاع جمال الماضي، عنده شخصيه قويه. جمال لما يهدر كلمه يخافوا منه. انا نظن لو شاف هو مثلا العشب بدا يتاثر ويقول لهم روحوا العشب على روضه يردهم للطريق، جيبوا الانجينيور مختص في العشب يجيب ويعاودوا يردوه العشب تاعه، ولكن حتى يلحق التربص تبقى لك 3 ايام على المقابله ونبداو نقولوا العشب راهو داير وعامل. لا ماشي تاع لا ديرنيير مينوت تاع لا ديرنيير مينوت تسمح لي. لا انا من هذا الباب. ومن بعد قال لك لا راهم يقولوا يلزم بالماضي يجي باش يعصوا العشب، ما كاش اللي قال يعصوا العشب، ما كاش اللي هضر هذه. الناس تحب قرب برك الميكرو الناس تحب مش عارف انا يحبوا يديروا الهول هذا ما كانوا يضخموا الامور هذا ما جوستومون. من بين النقاط اللي حتى الناس هذه اللي بالك ما تعرفش حسين جنات شخصيا تشوفك في مواقع التواصل بالك عندك خرجات صح تثير الجدل احيانا، مي كانت كلام يقول ان الناخب الوطني جمال بالماضي سر ثاني من اسرار الخلاف بين حسين جنات وبالماضي انه الناخب الوطني لما جاء قطع راح حسين جنات كي كانوا مدربين مقبل كان يسافر مع طائرة ولا مع بعثة المنتخب، وكي جاب الماضي حسين جنات ما ولاش يسافر على هذيك اللي ولا يتكلم ولا هذا كلام والله يقولوه الناس يعني اللي ما عندهم حتى مستوى. تسمح لي شوف يقولوا بلي الصحفيين بصفة عامة بالماضي غلق عليهم، ما زادوش الصحفيين تعرف من وين توقفوهم ما يطلعوش مع المنتخب الوطني من اللي كان جاب الماضي لاعب في المنتخب الوطني في الفينات 2004 آخر مرة الصحفيين طلعوا في الطائرة مع المنتخب الوطني في شهر مارس 2000 شهر جوان 20 جوان بالضبط 2004 مقابلة الجزائر زيمبابوي تصفيات كأس العالم لما تعادلنا في زيمبابوي. في العودة كي كنا جايين كي كان جاي الطائرة من زيمبابوي كان الصحفي زميل أو معروف كان كتب مقال في جريدة، وذاك الوقت ما كانش الانترنت يعني كانوا الطائرة كانوا الجرائد مدوا الجرائد اللاعبين كانوا يقراوا. جمال بالماضي في ذيك المقابلة كان ما لعبش أساسي، كان لعب احتياطي، كان لعب ياسين بزاز اساسي وخرج بزاز دخل جمال بالماضي وما اداش دوره يعني ما كانش في المستوى. الصحفي ذا كتب والشاف لما صعد جمال بالماضي في الطائره وفد ذيك الجريده قرا قال لهم وراه هذا الصحفي اللي كتب، قال له وراه له، قال له في المؤخرات على الطياره راح لي تشابك معاه في الطياره
كان انذاك الرئيس الاتحاديه محمد روراوا. ذاك اليوم روراوا خذا قرار بان حتى صحفي ما يزيدش يطلع في الطائره. هذه في 2004. الناس درك بالماضي جا في 2018 يقول لك بان بالماضي هو اللي قطع عليهم الطائره. انا نتحداهم شكون اللي كان يقيم في نفس الفندق مع ليكيب ناسيونال؟ حتى واحد ما كان يقيم مع سما بالماضي كان بطريقه غير مباشره كلاعب ثاني هو سبب بالك كي صرا الخلاف. محمد روراوا كي صرا الخلاف ولا صرا هذاك لاكروشاج بين الصحفي وجمال بالماضي كلاعب، بالك هذه الحاجه اللي خلات روراوا يمنع نهائيا يا ما كاش كاع. روراوا شوف انا نقولها لك في هذيك المره منع الصحافه ما يطلعوش في الطياره، وبالماضي كانت اخر مقابله تاعو مع المنتخب الوطني، من ثمك ابعد من المنتخب الوطني. ثم بالماضي ما اعتزلش اللاعب دوليا، ما اعتزلش اللاعب دوليا، ابعد من المنتخب الوطني بتاريخ في شهر جوان 2004 بسبب هذه الحادثه تاع الطائره. ديجا هي كانت مشاكل، كانت مشاكل حدثت في كاس افريقيا الامم في تونس في 2004، وكانت رايح باش يبعد من المنتخب، ولكن جاء المدرب بعد ذلك، جاء المدرب واساج البلجيكي المدرب الراحل واساج، عاود ردوا المنتخب الوطني، ولكن بعد 3 مقابلات زاد أبعد من المنتخب الوطني. أما هذه أن بالماضي هو اللي منع الصحفيين ما يطلعوش في الطيارة، هذه ما كاش منها، لأنه حتى المدربين اللي كانوا قبل منه ما كاش. شوف كانت حالات استثنائية، أنا نعطيها لك حالة استثنائية من 2014 حتى ل 2018، حالة من 2004 استغفر الله حتى 2018 حتى 2018 3 حالات استثنائية اللي استعدوا فيها الصحفيين في الطائرة. كانت مقابلة الجزائر إفريقيا الوسطى في إفريقيا الوسطى، هذه في 2011 في افريقيا الوسطى. بعد ما انتهت المقابله افريقيا الوسطى ظروف صعيبه حتى كثير. الجمهور هذاك العام اللي اتذكر دخلوا للتيران خرات ايفازيون تيران، لا ماشي في ذيك المقابله دخلوا دخلوا في ذيك المقابله نعم خسرنا 2-0. بعد نهايه المقابله كان رئيس الاتحاديه انذاك روراوا عيط للصحفيين وقال لهم كل واحد واش كان عنده البي تاعو، واحد يعود بعد 3 ايام بعد نهايه المقابله، واحد يقعد اسبوع واحد. قال لهم الا تحبوا تعاودوا تولوا معنا تفضلوا تولوا معنا في الطائره، ولكن ما تقربوش اللاعبين، روحوا في المؤخرات على الطياره وتريحوا. وقعدوا تما وافقوا الصحفيين. كان صحفي واحد اللي انا ذاك ما حبش يجي، زاد 3 ايام ثمك باش جا، والبقيه كلهم جاوا في الطائره. نقدروا نعرفوا شكون هو اللي رفض؟ رفيق واحد جاب رفيق واحد قعد في بانغي في العاصمه زاد 3 ايام ودخل، والبقيه صحفيين جاوا. كاين مقابله اخرى تاع بعد المرتبه الثالثه، بعد ما لعبنا المرتبه الثالثه كاس افريقيا الامم 2010 في بانغيلا، بعد ما لعبنا مع نيجيريا. نعم. كي انتهت المقابله الترتيبيه بيننا وبين نيجيريا نفس الشيء حدث. كان روراوا رئيس اتحاد، وروراوا انا ذا كان هو عضو في المكتب التنفيذي للكاف، كان بقى ثم ما جاش. عيط للصحفيين قال لهم اللي يحب يدخل، قال لهم الليله يعني جوست بعد المقابله في ذيك الليله قال لهم راهي كاينه طائره اللي يحبوا يدخلوا، قال لهم عاودوا ولاو في الطائره ما كاش مشكل، وعاودوا ولاو في الطائره. ونظنه اعتقد مقابله بوركينا فاسو في ماتش باراج 2013 اعتقد اللي لعبناه في بوركينا فاسو في وغادوغو. اعتقد بان الصحفيين عاودوا ولاو في الطائره. كاين هذه 3 حالات استثنائيه، اما البقيه ما كان لا ليكانس ولا غوركيف ولا ليلوزيتش ولا سعدان، ما كاش اللي كان يصعد مع المنتخب الوطني، وما كاش اللي كان يقيم في الفندق مع المنتخب الوطني. اخر ديبلاسمون الحسين جناد مع الفريق الوطني كان وقتاش؟ اخر ديبلاسمون بالك في الاستثناءات كنت تروح ولا ما كنتش؟ لا انا ديبلاسيت مع المنتخب الوطني ماشي بزاف. الديبلاسمون تاعي مع المنتخب الوطني نظن البرازيل، مونديال البرازيل انا ما اعتقد، او بعد البرازيل الله اعلم. يعني انا في 2017 انا طلبوا مني باش نمشي معاهم، ما حبيتش نمشي. انا اخر مقابله شفتها تاع المنتخب الوطني كانت في 2016 اللي شفتها في الملعب كانت 2016 الجزائر موريتانيا في ملعب تشاكير. انا متذكر مليح، خرجت كنت في المنصه الشرفيه، خرجت عند الباب عندي في الصفحه فيسبوك، كتبت قلت هذه آخر مقابلة لي بإذن الله أشاهدها من المدرجات. وحتى أنا ما كنت مأمن نفسي، قلت بالك تجي مقابلة أخرى ونشوف دور في رايك ولا بالك ندور في رايي، ولكن جاتني فرصة 2017 باش نمشي للآخر وما حبيتش نمشي، وما زدتش شفت المنتخب الوطني من 2016 ما زدتش نمشي للملعب. خلاص ما نقدرش نروح الملعب، يعني تجوز. أنك شفتها في منصة صحفيين ولا كي شفت المقابله شفتها في منصه صحفيين؟ لا شفتها كنت في المنصه الشرفيه عادي. منصه الشرفيه عادي، كنت جالس تماك وشفت المقابله، وكي خرجت
يعني ثم خذيت قرار، لان بزاف يعني سنوات، هذه سنوات اسمع شوف مش عارف انايا كده تقعد 40 سنه تاكل غير في الكبده تكره منها، تقول لهم جيبوا لي حاجه اخرى تحب تنوع. ايه دوك بزاف كره القدم ما حبتش تخلص، واحنا كل مره الواحد بستريس، واحد مقلق، واحد او طلع على طونسيون. او المقابله تاع الكاميرون انا لو كنت في الملعب بالك كنت نموت يعني لانه خلاص تشوف روحك في المونديال وبقات لك دقيقه ولا اقل من دقيقه خلاص راك في المونديال ويتسجل لك هدف كما هذاك. انا نقول لك يعني انا في التلفاز وخفت على روحي، فما بالك لو كنت في الملعب بالك الواحد كان من تمي الاعمار بيد الله. لا الاعمار هي مكاتب شوف تلحق وقت وين ما تقدرش تعيش هذاك الضغط، دائما عايش ذاك الضغط، دائما خايف. ضغط من اي ناحيه، ضغط انك بحكمك تحب المنتخب الوطني، تحب المنتخب. وفي هذاك الوقت 2016 يعني كان عندك علاقات مليحه في مع الفيدراليه، مع حتى مع الرئيس السابق محمد روراوه. اسمع روراوه انا صديقي، اسكو هذا جرم كي يكون صديقك رئيس اتحاديه؟ انا روراوه نهار اللي طلع رئيس اتحاديه صديقك، ولكن ليس على حساب مهنيه. لا ليس مهنيه. واش درنا في المنتخب الوطني؟ مثلا هذا جريمه. احنا بالحق هو كان يسحقنا في مناسبات، ما يسحق يكلفك مهمه، يرسلك مهمه، قال دير الملف هذا دير هذه، ولكن انا جامي كان عندي مقابل في الاتحاديه. يعني انا الناس اللي ينتقدوني هما اللي داو دراهم من الاتحاديه، وانا اسمح لي انا تحديتهم لان الناس اللي بداوا يديروا في الاشاعات ويقولوا باللي هادو كانوا عايشين في الاتحاديه وداروا دراهم وداروا، انا تحديتهم قلت لهم اليوم راكم انتم في الاتحاديه، روحوا للوثائق تاع الاتحاديه، اذا لقيتوني مسيني على سنتيمر فتوم الاتحاديه، اذا كان يا اخي حتى لي بون ديسونس هذاك الوقت باش تمشي بالسياره تاعك تخدم بسيارتك ولا انا كانت كاس افريقيا الامم كانت في وهران وفي تيموشنت، كنت نروح بالسياره تاعي ونجي. البون ديسونس ما ديتوش، قلت لهم روحوا للاتحاديه يا اخي البون ديسونس كي الشاك كي كارنيت شاك كاينه لاسوش اللي يدي الشاك دير بون ديسونس تكتب اسمه. قلت لهم روحوا جبدوا كاع لي سوش، الا لقيتوني ديت بون ديسونس حاسبوني وفضحوني، الا لقيتوني دي سنتيم من الاتحاديه في السنوات هذه كاملين تجبدوا الدليل وقولوا ها ودي سنتيم. دونك الا كان واحد بينيفول سعى لانه تحب هذا المنتخب، حبينا هذا المنتخب وساكرفينا على هذا المنتخب عادي جدا. ولكن الناس انا نقول لك كاين غيارين حسادين، ما يحملش يشوفك مع المنتخب الوطني، ما يحملش يشوفك مع هذا روراوه، لان كاين الناس تحلم باش يتصور مع روراوه، انت يشوفك تديبلاسي مع روراوه، تقصر مع روراوه، تحكي معه ما يحملهاش. هذه هي نهبطوا المستوى لهذه الدرجه، هذه هي الحقيقه. كي تقول ان الحاج لما كان محمد روراوه كي كان على راس الفيدراليه الجزائريه لكره القدم كان يعطيك ملفات بحكم واش ان على حد علمي ما كانش روراوه كان يخدم مع الناس اللي داير فيهم ثقه، حتى وما عندهمش علاقه مع الاتحاديه، الناس اللي عنده فيهم ثقه يتعامل معهم، ربما يتعامل معهم اكثر من الناس اللي يخدموا عندهم ان صالير. وهل هذا امر طبيعي في رايك؟ طبيعي طبعا. انت كي تشوف واحد داير فيه ثقه، هي الثقه راهي حاجه كبيره ماشي بيان سور ثقه، ولكن كما كلمه خيانه كبيره، الثقه راهي حاجه كبيره، حاجه ثقيله طبعا، حاجه ثقيله. انت كي تكون عندك انسان تدير فيه ثقه، تعطيه مثلا ملف. انا نعطيك مثلا الملف تاع بشير ولد الزميرلي اللي رسلوه لمصر، عطاوه لشخص ماهوش ثقه، لان ذاك الملف وراح ما بانش. اسكو هذه حاجه منطقيه؟ صح، هذا منطق في التسيير؟ ماهوش منطق في التسيير جوستومون، ولكن الانسان اللي يدير فيه ثقه، لو كان عطيت له الملف وقلت له وصلوا المكان الفلاني، يروح يمشي للقاهره يدي ذاك الملف، يديه يوصله ويعاود يولي. هاي والله هي الثقه. اذا ما كانش هنا، اذا ما كانش هذه طريقه، شوف هذه طريقه في التسيير. انا كمسير في مؤسسه، انا نتعامل مع الناس اللي نعرف باللي ما مش رايحين يضروا لي المؤسسه تاعي، نتعامل معاه. ندير كي نقول لك ندير فيه ثقه، يعني حتى نعطي له اسرار راني عارف باللي السر تاعي مش راح يخرجوا. نعطي له مثلا وثيقه نغلقها له في انفلوب ونقول له ديها لفلان، انا متاكد باللي ذيك الانفلوب ما راحش يفتحها. هذا هم الناس اللي تتعامل معاهم. وانت اذا كان تخلصه وتعطي له انفلوب تقول له ديها مش عارف الوزاره ولا، ويروح يفتحها ويصورها ومن بعد يديها، لان ثاني يبقى مشكل في كاع الاعضاء اللي معك اذا ما ديرش ثقه فيهم. انت تقدر تثق كامل في الناس، ما تقدرش حتى. انا الحاجه اللي ما فهمتهاش حسين جناد، عندك اعضاء معك في مكتب معينين ولا منتخبين ولا علاش حتى واذا عندك صداقه مع روراوه في هذاك الوقت، احنا يعني هنا ماشي من باب محاسبه، باب تساؤل فقط. كيفاش هو عنده اعضاء
وكما قلت لك دي سالاري كاين عندهم راتب على جال هذا المهام. لا الاعضاء ما عندهمش صالير، الاعضاء دي بينيفول. لا الاعضاء تاع المكتب، ولكن كاين موظفين. عندك موظفين براتب بمقابل مادي، خدمته اداريه. يروح شارجي، نقولوا شارجي ادمينستراتيف، هو المكلف باش يروح يولي ويجيب لي دوسي. كيفاش حتى نجيبوا انسان اكسترن هو صحفي ولكن اكسترن هو اسمع، هذه تعاود تولي للمسير. المسير هو يشوف هذه طريقه التسيير. انا كمسير في مؤسسه هنا، هذه مثلا هذه المؤسسه جوا انا كمدير مثلا هنا في هذه المؤسسه، وعندي صاحبي خارج المؤسسه، نقدر نكلفه مهمه اللي ما كلفش واحد هنا. هذه ترجع لطبيعه المسير وطريقه التسيير تاعو. هي نروحوا ونقولوا اسكو راه كان ناجح في التسيير ولا ما كانش ناجح؟ ناجح من اي ناحيه؟ ناجح في التسيير، في لا جيستيون تاعو، كيفاش كان يسير في الاتحاد، اسكو كان ناجح ولا ما كانش ناجح؟ هذه ما نقدرش انا نجاوبك عليها، لان يقدروا يجاوبوك الاعضاء، يقدروا يجاوبوك لا شوف باعتراف الجميع، باعتراف الفيفا واعتراف الكاف واعتراف الاتحاد العربي، كلهم معترفين بانه انسان ناجح في التسيير تاعو. الناس اللي خدمت معاه معترفين باللي هو ناجح. الناس المسؤولين حتى اليوم الدوله لما فتحت التحقيق في الاتحاديه ما فتحتش التحقيق في العهدات تاع روراوا، لانهم عارفين باللي انسان كان خدام، كان نزيه. علاش فتحوا تحقيق من 2017 فقط؟ اذا نشوف بلي هذا الانسان كان ناجح، احب من احب وكره من كره. هذا الانسان كان ناجح في التسيير تاعو. اذا اليوم انت تروح تحاسب انسان اللي خلى لك دراهم في الخزينه، تحاسب الانسان اللي جا لقى دراهم وموراه ما بقى والو. هل كانت كاينه فتره وين كانوا كاينين دراهم وما بقى والو؟ طبعا روراوا خلى لا بعد روراوا بكلامك خلاص دراهم وين دراهم. روراوا خلى الاموال اللي خلاهم بين اللي خلاهم في لاكاس، يعني اللي يقدروا يتصرفوا فيهم، واللي كان مبلوكيهم في الكونت، واللي خلاهم دي كريونس، يعني لي كريونس كيفاش نقولوا مستحقات عند مؤسسات اللي مازال ما عطاولوش 1855 مليار سنتيم. سنتيم 1855 مليار. هذه اللي خلاها. هذا الانسان تا واش تحاسب فيه؟ خلينا ما نهضروش على روراوا. كي قلت ان كاين من بعد ناس طبعا كاين تلاعبات. طبعا اليوم الاتحاديه مش قادره تدفع لي صالير تاع العمال. وين راحت هذه الاموال؟ طبعا اليوم الدوله كيف فتحت التحقيق، الدوله مش غلطه، راهم عارفين واش راهم يديروا. اموال طائله خلاها الرجل هذا. ما كاين بالك شوف معليش يا سيدي، نقولوا الاتحاديه اللي جات بعد روراوا معليش خدمه الدوله تحصلوا على كاس افريقيا، كانوا كاين ثاني ما تهمنيش كاس افريقيا واش جابت لك كاس افريقيا؟ جابت لك 40 مليار 100 مليار فيها مقابل مادي. عندها مقابل مادي. الناس اللي يقول لك 1800 مليار واش راح دير لك كاس افريقيا؟ هذه كاس افريقيا ما تخلصش حتى الطاقم الفني تاع المنتخب الوطني واللي بريم تاع اللاعبين. هذيك راحت في ذيك الكاس افريقيا، اداو هذه بريم وداو هذا دي صالير. هذا ما كان حتى عقود الرعايه. ولكن اليوم ما كاش عقود رعايه بعد 2017. ما كاش. وين راهم عقود الرعايه؟ ما كاش لي سبونسور، ما كاش الى اليوم راهم كاينين. اليوم راهم عاودوا ولاو مثلا كاين مؤسسات اللي راهي تمول، ولكن بعد 2017 كانوا العقود اللي خلاهم روراوا اللي كانوا يمشيوا. كي لحق وقت وين خلاصوا، لانه لا تذكروا حتى رئيس الاتحاديه هذاك اللي جاء في 2017 كان قال بان الاكبر خير نعم، قال اكبر عقد سبونسور هو كان مع مؤسسه تاع موبيليس. قال بان متعامل هاتف نقال. لا متعامل هاتف نقال. قال بان رايحين نجدوه هذاك العقد، ولكن في نهايه المطاف ما جدوش هذاك العقد. يعني تشوف اللي بقاو ياكلوا من الاموال اللي كانت في الخزينه. والاموال اليوم الدوله كي شافت بان الاموال هذيك راحت، حب الدوله من حقها تفتح التحقيق، تحب تعرف وين راحت هذه الاموال. يعني فيها امور شويه خطيره. انك هنا بطريقه غير مباشره عهدة زاتشي نقطه حسب كلامك سي حسين. شي حسب كلامي اليوم انا نقول لك في هذه اللحظه الان كيران في الحوار هذا، في هذه اللحظه راهي كاينه لجان تحقيق، راهم كاينين جو من لي جياف، من المؤسسات الامنيه تاع الماليه والأمنية. اللي راهم دايرين تحقيق على الاموال اللي تصرفت في الاتحاديه في هذه اللحظه. اذا واش تفهم هنا؟ اليوم احنا ان شاء الله ما يقيسوا حتى واحد، يعني احنا ان شاء الله يسبوا باللي الاموال تصرفت في مكانها، ولكن باش جاو راهم عارفين باللي كاين خروقات وكاين امور غير عاديه. ان شاء الله العداله تاخذ مجراها. طبعا كل حاجه هي كل حاجه نهايتها تمشي للعداله. نقعدوا في
بعاد على هذا نقول ما نتهموا يعني. لا ما نتهم حتى انسان، لا انا نقول لك الدوله ما دام فتحت التحقيق الدوله راهي عارفه واش راهي دير، هذا ما كان، انا ما نتهمش كاين لان لما يكون نقطه استفهام طبعا كانت اغنى اتحاديه في افريقيا، واليوم راني نقول لك ما عندهمش باش يخلصوا الخدامين. كيف تفسرها انت هذه؟ مشكله عويص. المشكل عويص. كانوا مثلا انا نقول لك مثلا رورو، انا كي نهضر لك على التسيير اسكو كان ناجح ولا ما كانش ناجح. رورو لما خرج من الاتحاديه خلى حوالي 70 عامل في الاتحاديه. الان شحالهم 245 يعني من 70 ل 245 هذا واش كاين يعني؟ ماشي علامه استفهام، علامات استفهام وتعجب قولها كما تحبيه بالراي. بصح الى الان هي في الفترات اللي نحكوا روروا كانت علاقه نقولوا صداقه، فمن طبيعي تكون عندك يعني نقولوا لاكسي للمعلومه انك مقرب من الرئيس. لكن اليوم كيفاش حتى حسين جنات قدر يحافظ على الاكسكلوزيفيتي الحصريه والسبق الصحفي؟ هذه علاقات، قضيه علاقات. شوف علاقات وانا نظن باللي كاين واحد الامر في السبق هذا، كاين واحد الامر ان الناس كاين اللي يعطيك معلومه وتكشفوا تقول فلان قال لي، ولكن لما تكون خاصه في المعلومات هذه من المفروض الانسان اللي يعطيك المعلومه اسمه ما تذكروش، حتى ولحقت العداله حتى وحكموا عليك بالسجن ما تذكرش المصدر تاعك. هذه هي ربما كاين ثقه، الناس دايره ثقه. لانه انا مؤخرا قالوا باللي راهم لقاو شكون كان يخرج التشكيله، وقالوا باللي كاينه وحده صحفيه ومش من عنابه وجبدوا يعني واحد الامور هذا. والله انا ضحكت يعني. الناس تهدر وخلاص، يهدروا من اجل اتهامات افتراءات. لا ما عنده حتى معنى، والله ما عنده حتى معنى. انا الحمد لله يعني كاين علاقات، وعلى العلاقات هذا يوصلك لهذا، هذا يوصلك لهذا، هذا يوصلك لهذا، حتى تكون علاقات. انا علاقات رورو راح في 2017 انا قلت لك من 2016 ما مشيش مع المنتخب الوطني حتى في عهده اسمه كان مازال هو أنا في عهده طبعا طبعا خاطرش هو راح في مارس 2017 انا في 2017 16 خلاص مع بس شبحت لي كيما نصنع. ولكن اليوم انا نعطيك مثلا، انا عندي علاقات حتى في اتحاديات افريقيه، في دي فيدراسيون في الافريك، كانوا يجوا لهنا كانوا ما يستقبلوهمش وقت زدتي، كانوا يعيطوا لي مسؤولين دي مومبر في بلدانهم ليكزيكوتيف اللي في الديراسيون تاعهم، كانوا يجوا هنا الفنادق يعيطوا لي، كنت نمشي عندهم عادي جدا، وهنا كانوا ما يستقبلوهمش. ما يستقبلوش صح، يجي في اي اطار وتستقبل انت في اي اطار. كاين مثلا يجوا مع فرقهم، نعطي لك مثلا رئيس فريق عضو في المكتب يجوا في لاكاف ولا لا تشامبيونز ليغ ولا يجوا لهنايا، كانوا اعضاء مثلا يرسلوهم لاكاف يجي هنا في مهمه مثلا، يشوفوا يرسلوا له غير الشوفير. انا كاين واحد جا مره من غينيا، هو عضو رئيس لجنه في اتحاد الغيني لكره القدم، جا من غينيا عيط لي، مشيت عنده الفندق قال لي رسلوا لي غير الشوفير، قال لي ملي جيت وانا غير مع الشوفير، قال لي درت باش مشى مش عارف واش الفندق ولا يروح لوتيل يعني هو طلب من الشوفير قال له جيب لي واحد باش يمشي معايا، جابوا له واحد باش مشى معاه وما شاف حتى مسؤولين. ملي جا حتى راح ديجا نهار اللي جا رايح كان يحكي لي، قال لي راني خايف الشوفير ما يجيش عندي، قال لي تالمو اللي ما شفت حتى مسؤول، قال لي راني هدرت معاه وكان في لوتيل هنا في شيراتون، قال لي راني خايف اذا كان الصباح ما يجينيش، قال لي انا هدرت مع واحد طاكسيور قلت له الصباح الا ما جاني الشوفير باش توصلني للمطار، قال لي ولكن في نهايه المطاف جاني الشوفير تاع الفيدراسيون. ولكن سي حسين جنات علاش هذاك الوقت مادام كانوا عندك هاد لي ديتاي، مادام صرات في هذاك الوقت في حقبه تاع مسؤول محدد، علاش ما بالك ما توجهتش مباشره وما هدرتش مباشره؟ لا هدرتها وكتبتهم كامل، تعاود تولي تلقاهم كاملين. بالك هدرت بالغاز؟ لا ما هدرتش بالغاز، وهدرت ومديت حتى الاسم هذا تاع المسؤول، هذا المسؤول اللي جاء من غينيا واسمه كابا بنتو، نذكر اسمه خلاص يعني جاز جازت. لا كنت نهدر ولكن لحياة اللي من تنادي الناس كانوا يشوفوا روحهم هم فوق القانون وهم فوق كل شيء، وكنا ننصحوهم. انا لوجه الله كنت ننصح، يقولوا لي انت ضد فلان وتكره زوجتي وتكره ما نكره حتى انسان، انا كنت ننصح لوجه الله. انا نهار اللي خير الدين زوجتي استلم مقاليد الفاف، انا شفت واحد الناس بداو يديروا في واحد المناصب، انا اقول لك الصح يعني خفت، انا في بلاصتو خفت، لان كاين واحد المناصب حساسه امين عام، تعرف واش حاب يقول امين عام؟ الاتحاديه امين عام، انت تروح تجيب اي نابورت لو كيديروا امين عام راه هو الصح في الاتحاديه. مثلا رئيس مدير الاداره العامه حاجه كبيره،
ما تروح تجيب واحد نابورت لو كيديروا في هذاك البوست مثلا الماغازيني، على بالك الماغازيني قاميس يدخل يفوت عليه كلش كاع كل حاجه لي بالون لي فيلي سيرفاتمون تخرج من المخزن تجوز على يده. تروح تجيب اي واحد انت ديروا ماغازيني. انا وليت نشوف هذه المناصب الحساسه يديروا فيهم من هبه ودب. انا قلت باللي هذه الاتحاديه مش راح تطول ومش راح بعيد، يعني لانه بالطول لحقت هذه اللجنه هذه في الوثائق لقاو باللي كاين عتاد ورورا واقي خرج في وقته، خلى الالبسه فقط ازيد من 30 مليار سنتيم غير تاع ليكيبمون غير ليزيكيبمون، يعني الرقم المبلغ راه يهضروا غير فهم ازيد من 30 مليار شيفر استرونوميك تهضر على مبالغ كبيره. نعم هذا انا عندي معلومات. هذه لجنه التحقيق اللي راه في الاتحاديه أيوة. لما شافوا بان كاين يعني كميه كبيره تاع مشاو قال لك نروحوا نشوفوا لي ماغازا. كي مشاو لسيدي موسى شافوا لي ماغازا، يعني شافوا المخزن ما لقاو فيه والو. يعني هذه راه هي تبقى علامات. بكل صراحه حسين جناد، حتى الناس اللي راهي تشوف ولا راهي تسمع، هل ربما دائما نشوفك انت تقول انك صراحه وجرأه، والناس واحد اخرين يقولوا ان هذا كاين اللي يتهمك بالخيانه، كاين اللي يتهمك بالحسد، كاين اللي يتهمك بالغيره، وكاين هل حسين جناد بكل صراحه وكل افيك توت فرانشيز كما يقولوا يبحث على منصب ابدا في الفاف؟ ابدا، وقلتها وما زلت نقولها، وانا وليد صادي صديقي. ولو كان يقترح عليك بكل صراحه مستحيل. لو كان وليد صادي يعيط لك قلتها له هل اقترح عليك؟ قلتها له وقال لي روح ومرحبا الاتحاديه. قلت له ما نجيش الاتحاديه. عرض عليك وليد صادي تشتغل؟ ما عرضش عليا منصب لا، ولكن قال لي روح من الاتحاديه. انا قلت له لا ما نجيش، ما نروحش حتى زياره يعني ما نروحش الاتحاديه. نتلاقاه برا نقصر معاه عادي، ولكن باش نروح الاتحاديه ما نروحش عنده الاتحاديه. وباش يعرض عليا منصب مهما كان المنصب انا نصرح منه. لو كان تشوفوني في كان منصب ولا قولوا ما حبيته، ما نزيدش انا نجوز في هذو لي بلاطو. ما نسحقش منصب تاعهم انا، رافض الكل حتى ما نسحق. شوف ما نسحق حتى منصب. انا قلت لك انا هذه الاتحاديه مشيت معاها، ولا الانديه الجزائريه ذي مشيت معاهم حبا في المنتخب الوطني، حبا في كرة القدم الجزائرية، وما نحبش باش نبقاو نتبهدلوا قدام الناس، لأن لحقنا واحد الدرجة ولاو يضحكوا علينا، ولا يقولوا لنا ما تعرفوش تدفعوا ملف، ولا يقولوا لنا يعني ولا يقولوا لنا كلام كبير. أنا هذاك الشيء ما نحبوش. أنا اليوم لما نهضر على الملاعب ونهضر على العشب الطبيعي ونقول باللي يعني راكم مديتوه المؤسسات اللي ما هذا العشب ما يصلحش في الجزائر، كل واحد واش يقول. واحد يقول لك انت يا راك حب مؤسسه اللي تاكل معاهم، ما عندي حق. اكيد تفتح الباب من الناس باش يهضروا. شوف الناس بعد سنه سنتين بداوا يعرفوا الحقيقه. انا كي كنت نقول لهم هذه من سنتين، كنت نقول لهم الملعب الوحيد اللي راح العشب تاعو ينجح هو ملعب قسنطينه، كانوا يقولوا بلي انت راك عندك انت كومبليس مع هذه المؤسسه، عندك حساب ضيقه. ولكن بعد سنتين الناس كامل رجعت للصح، وعاودوا ولاو يجبدوا في لي فيديو تاعو يقولوا شوف حسين جناد واش قال. انا هدرت على العشب الطبيعي بطريقه علميه، ما هدرتش عليه هكذا وخلاص لانني نحسد فلان ولا ما يحب فلان يخدع. سولون بالك لي زافي تاع مختصين كي تقول طريقه علميه بالك شاورت ناس مختصين. طبعا انا على بالي باللي ما ينجحش. روح انا كي نهضروا على العشب الطبيعي. انت واحد يجينا ان فرانكو الجيريان، يعني ان فرانكو الجيريان يجي يخدم لنا العشب في بلادنا. دونك راهو شاف العشب هذا في فرنسا، في اوروبا كاع بالك ماشي نقولوا يا سيدي ما شافش اوروبا، شاف فرنسا. شاف فرنسا يعني شاف العشب في فرنسا العشب هذه النوعيه اللي راهم يغرسها لنا في الجزائر، هذه النوعيه اللي تزرع هنا في الجزائر، فرنسا نحتها لانها غير صالحه. بقى ملعب واحد مؤخرا زادوا نحولوا العشب تاعو هو الملعب تاع الليل. ما بقى حتى ملعب في فرنسا فيه العشب اللي راهو يزرع في الجزائر. علاش جيب لنا هذه النوعيه احنا تزرعها لنا؟ وراكم تشوفوا النتيجه كيفاش راهي. ملاعب يفتح شهر يغلق 6 شهور. علاش؟ ملاعب اللي خسرت عليهم الدوله اموال. اذا على حسب كلامك ان هذا المهندس ولا هذا المسؤول الفرنكو جزائري اللي مكلف بالعشب واي ملاعب، يعني جميع ملاعب الجديده طبعا الملاعب الجديده كلها، ملعب تيزي والزو، ملعب وهران، بالراقي، عنابه، قسنطينه. لا قسنطينه لا، خدمته مؤسسه وطنيه. هذا هم الملاعب. دونك هذا هل هو معروف؟ طبعا هو معروف. باش تعطي مشروع كما هذا الواحد يعني هذا المهندس ولا هذا المسؤول هذا الفرنكو جزائري نعم. هو المسؤول على التدهور. هو طبعا العشب طبعا هو شكون هو هذا المسؤول باش الناس تعرف كذلك؟ يعرفوها المؤسسه، يعرفوها كاملين اللي راهي دات المشاريع تاع هذه الملاعب كل يعرفوها. المؤسسه هذه هي المسؤوله على، طبعا هي مسؤوله على تدهور هذه الارضيات، هي المسؤوله. انت تدير لي عشب ما يصلحش،
هي حقيقه هذاك العشب هذا قلنا ما يصلحش وما يصلحش. انت اليوم ملعب وهران شحال عندهم من يفتحوه؟ شهرين. ها معاودوا غلقوه ميلود هات فيه. ها معاودوا غلقوه. ملعب تيزي وزو ما لعبوا فيه حتى مقابله، كان يقول لك لا وبساط اخضر وزربيه وما يعرفوش، ما لعبوا فيه نص مقابله ما لعبوهاش، عاودت مشى العشب تاعو. اسكو هذا شيء منطقي تشوفوا؟ اكيد أنا كاين خلل كبير. وملعب بالرقي، ملعب بالرقي يا صاحبي الدوله واش صرفت عليه اموال طائله هذاك الملعب، والارضيه تاعو هم زادوا غلقوه، لعبوا في مقابله وزادوا غلقوه. يعني صيانه. هذه واش صار لها كيما فتح تحقيق بالاتحاديه. من المفروض الدوله اليوم تفتح تحقيق، وانا منا نوجه نداء من هذا المنبر يعني نطلب باش يفتحوا تحقيق في هذه الشركه اللي راهي تخدم في هذه الملاعب، الشركه الفاشله. ومن المفروض يفتحوا تحقيق على الشركه الوطنيه واللي نسميها لو في اس ام، هذه اللي المقر تاعها جاي في سيدي موسى، مؤسسه وطنيه اللي خدمت السطاد تاع قسنطينه ونجح، وخدمت السطاد تاع باتنا ونجح، وخدمته هنا فقط الملعب تاع الملعب العسكري هنا في بن عكنون ونجح، وخدمت ملاعب اللي نجحوا العشب نتاعهم اللي نجح. هذه علاش حتى ما كانش تحقيق فيها راهي واضحه. علاش هذه المؤسسه تخدم ملاعب وينجحوا ورانا نحاربوا فيها، ومؤسسه تخدم ارضيات تاع ملاعب وما نجحوش ورانا ندعموا فيها؟ لانني سمعت باللي هذه المؤسسه هذه اللي خدمت ارضيات تاع ملاعب وما نجحوش، هم زادوا عطوها مشروع تخدم 3 ارضيات في الملاعب في مركز التكوين تاع مولوديه الجزائر في زرالدا، اما عطوها باش تخدمها. وكيف هذا؟ فهمونا. هو المسؤول فرانكو جزائري، بصح الشركه فرنسيه ولا فرنسيه جزائريه؟ فشركه مختلطه نعم، خاصه قطاع خاصه. اليوم كي تروح تشوف، انا يقولوا لي بان ملعب تاع قسنطينه التكلفه نتاعو بالرمال، انا جا خدموا بالرمال جابوها من واتسوف. ملعب تشاكر خدموا بالرمال جابتها مؤسسه وطنيه جابوها من متبسه. كي يقولوا لي باللي هذا تيران نعم هذا المؤسسه لا لونتربريز تهضر على لونتربريز، هذه لونتربريز هذه اللي خدمت الارضيات ونجحوا. واليوم نهضر على ملعب قسنطينه استقام 4 مليار ويسا، ملعب قسنطينه 4 ملاير و800 مليون سنتيم، ناجح، ما تاثر لا بالثلوج ولا بالحراره ولا بالبرد، ما تاثر بوالو. بينما الملاعب الاخرى راك تشوف النتيجه تاعها وشحال التكلفه نتاعها، ارقام خياليه كبيره، اكيد ارقام خياليه. هكذا نخدموا بلادنا؟ انا ما نظنش اللي بهذه الطريقه نخدموا بلادنا، تسمح لي. وهذا امر هذه يعني شيء من الاشياء اللي خلوني نفكر طويل، باش كما قلت لك في 2016 قلت خلاص ما زدتش ندخل الملاعب، ما زدتش ندخل. منين ذاك هذا المره لعبت سيار بجياسكا بعد سنوات من الغياب، كان ولادي ثماك، مشيت كنت في العاصمه، مشيت عند وليدي ثماك باش وليت معه، كان في الملعب. اما البقيه ما ندخلش الملعب وما نشوفش المقابلات. سي حسين شكرا، يعطيك الصحة، بارك الله فيك، ربي يحفظك ان شاء الله، شرفتنا، الله يبارك فيك. وان شاء الله ساسخابا كما يقولوا لا دارنيير، ان شاء الله نعاودوا نتلاقاو بك في مواعيد واحده اخرى ان شاء الله. وحنا كما نقولوا بعاد على ما نصفيو حسابات ولا ما عندي والله ما عندي تصفيه حتى مع حسابات حتى مع شخص. انا نقول لك انا كلام اللي نهضروا وينتقدوني ويشتموني يقولوا عليا كلام، بعد 6 شهور سنه ونصف يعاودوا يوليوا عندي يقولوا لي عندك الحق، هذاك هو راس مالي. كلمة طيبة إن شاء الله. حسين جناد يعطيك الصحة. أنتم مستمعينا كونوا في الموعد إن شاء الله. إلى ذلكم الحين يعطيكم الصحة والسلام عليكم.